بعد كده بقى الجماعه ده في ايه؟ شكني عارف حاجه. شكك؟ يا عادل اللي يجري بسرعه يجري. طب اوعى تتحرك لما اجي. اسمعي بسرعه قبل ما هو يجي. الراجل اللي انت ماشيه مين؟ معاه دوت ما بيحبكيش، صدقيني. ايه اللي ما بيحبنيش؟ انت بتتكلمي ازاي؟ عادل بيحبني او لا 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 والله العظيم ما بيحبكيش. وانت لو مش مصدقه خدي دي حطيها منها في اي عصير وانت هتعرفي ان اللي انا بقوله صح. سلام بقى. الناس اتجننت ولا ايه؟ في ايه يا رب؟ تعبني ابن الكلب، جريت وراه لما قطع خبري وما لحقتوش. ما لحقتوش ايه بس يا عادل؟ دراعي وجعني قوي مش عارفه شكلي. تعالى اوديك الدكتور. دكتور ايه بس؟ يلا. لا 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 نشوف هنا مكان قريب، دور معايا على مكان قريب حرفيا. دايخ عايز اشرب اي حاجه بسرعه. اوديك الدكتور احسن. لا 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 مش عايز اروح الدكاتره. في تقريبا ده كافيه. تعال نخش هنا. تعالي ماشي. طب يلا تعالي خش. عملت ايه؟ برافو عليك في اللي انت عملته. انا قلت لها زي ما اتفقنا واديتها القطره اللي هتحطها في العصير. وبجد بجد البنت دي محترمه، ما كانش لازم يحصل فيها كده. كويس ان انت عملت كده. ابن ابوها متوفي وبنت غلبانه وده بيضحك عليها. انا مش عارف ايه اللي وقعها فيه، مش فاهم. بجد ربنا يقدرنا والله العظيم ونقدر ان احنا نساعدها على قد انت ما عملت ايه بالظبط؟ قلت لها ايه؟ انا قلت لها ان الشخص دوت بيأذيها وما بيحبهاش وبيستغلها. وهي صدقت ولا ايه؟ الصراحه ما كانتش مصدقاني، بس أنا قلت لها خد القطره دي حطيها في اي عصير وانتي هتصدقي اللي انا بقوله. الله ينور عليكي. ربنا يسهل بقى وهي تصدقنا. وهي راحت فين دلوقتي؟ هما دخلوا قعدوا في كافيه كده بعيد شويه. كافيه؟ ماشي، بس انا مش هسيبها. لازم يسيبها باي طريقه، لان هكمل معاه مش هيحصل خالص. لازم نخلي بالنا بجد لاجل باباها، حتى الله يرحمه عمل معانا كتير، ما عملش قليل. عادل ده انا عارفه، عادل ده كلب فلوس. كل الحوار ده انا عارف دار عليه ازاي وعايز ينصب عليها. ده انا فاهمه. ودار عليها بقى انا بحبك ومش بحبك عشان الحوار يخلص. بس ايه على مين؟ والله ما هحله لو هيقعد 100 سنه معاها. لازم نفضل واقفين جنبيها. انا مش عارف عاجبها في ايه، والتانيه الهبله بتصدقوا على ايه؟ طب يلا يا علي بدل ما حد يشوفنا، تعالى نشوف كده هم قاعدين بيقولوا ايه دلوقتي. بقول لك ايه، قول. اللي حصل ده محدش يعرف عنه حاجه، لا اختك ولا اصحابك ولا اي حد يا علي. هو دي حاجه حد يعرفها؟ طب بصي، اسبقي بس كده عشان ما حدش يشوفنا مع بعضينا. طب هسبقك وانت بعد كده بقى تعالى. ماشي. يلا باي. يا ترى بقى هتعملي ايه دلوقتي يا شمس؟ هتصدقي الحوار ولا هتقولي دي لعبه وتكملي نفس اللي انت فيه؟ بس انا برضو مش هسيبك يا عادل، مش هسيبك. كده كده لازم تسيبها، انا وانت والزمن طويل. ماشي يا شمس. تعالى اقعدي اقعدي يا حبيبتي، اقعدي اقعدي. تشربي ايه؟ عايز اشرب اي حاجه لو سمحت. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله. هات لنا 2 برتقان. البرتقان يروق جميل جدا. طيب ماشي هات لي برتقال. تانية؟ شكرا. ميه ميه. ماشي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايزك تشربي ميه، اشربي بس البرتقان هيروقك تمام. عادل انا بجد مش عارفه مين الشخص اللي شكني ده وليه عمل كده. انا مش ايه ده الحوار بقى بجد؟ انا مش هسكت، لازم أنا اجيبه. انا الكلب اللي عمل كده لازم يجي راقع ويعتذر. هلف على الكاميرا كاميرا ما اخليش كاميرا الا لما اشوف واجيبه، وانا عارفه كويس قوي. انا جريت وراه حفظت وشه كويس قوي، بس ما طلتوش. هو اشد مني، سريع عني. لا يا روح انت كلك شباب. يا ما سلام. تقولش كده على نفسك. يا سلام. بس عكنن عليا. فسحه كانت جميله والدنيا حلوه هو كده كده يا حبيبتي كنا هنقعد في كافيه ونشرب ونقعد في مكان، بس كنا عايزين ايه؟ ناكل لقمه حلوه في مطعم راقي كده وجميل، وناكل شويه اكل حلوين كده والدنيا تبقى حلوه. بس تفتكر يعني يا عادل هو كان قاصد ولا غصب عنه؟ يا حبيبه قلبي انا ما دخلتش جوه قلبه، ما اعرفش نواياه ايه، بس المنظر اللي انا شفته ان الجدع ده كان بيجري او عنده حاجه غصب عنه. خلاص يا عادل حصل خير، بس انا برضو مش هرتاح غير لما اعرف هو عمل كده ليه. بس حرفيا ان انا دخت مفوته خالص. انا كله مش بدور على الخبطه، انا بدور على الشكه. الشكه دي نسمع يكون فيها حاجه، حصل حاجه مضره بحاجه. بس الراجل ده راح فين؟ ما جابش العصير ليه؟ اندهله يا عادل. ما تستعجليش يا حبيبتي، احنا قاعدين مع بعضينا وكده كنا هنقعد. معلش عشان داخله شويه. حتى بندردش مع بعضينا شويه، حتى الكلام بيودي القلم. اندهل الراجل يجيب العصير يا عادل. مستعجله ليه؟
ايه يا شمس؟ احنا كنا جايين حلوين. الله يخرب بيتك يا راجل الكلب انت اللي راح تعكنن علينا ورايح تخبطها. ما احنا كنا ماشيين وحلوين. معلش يا حبيبتي، انا زعلان عليكي قوي. وبعدين يا عادل؟ السلام عليكم. مكان جميل. السلام ورحمه الله معلش على وبركاته. التأخير يا جماعة. لا ابدا ولا يهمك. ولا يهمك. اتفضل. تسلم يا رب. تسلم. شكرا. شكرا. في إيه؟ تليفون بيرن. ثواني يا حبيبتي، هتوحشيني، هرد بس على التليفون. انا عايزه اعرف هل كلام البنت ألو؟ ده صح ولا لا. حتى مش شرط ان انا اكون مش واثقه فيه، بس انا اتاكد او تجربه. بس بشوف بقى يا عادل، هل فعلا كلام البنت ده حقيقي ولا لا؟ لازم اعرف. معلش اتأخرت عليك يا حبيبتي. لا يا حبيبي ولا يهمك. ممكن اسالك سؤال يا عادل؟ اتفضل اسألي يا حبيبة قلبي. هو انت بتحبني من قلبك بجد؟ يا سلام، احبك من قلبي. اسكت، انت القلب كله وانت الروح وانت العقل. ده انا عايش بموت فيكي بعشقك. يا سلام. طيب ده ربنا يديني قد ما بعشقك واحبك. ممكن سؤال كمان؟ اتفضلي. هو انت هتتجوزني فعلا زي ما انت وعدتني يا عادل؟ اتجوزك. ده قلبي القصر اللي انت هتسكني فيه وتقعدي عمرك كله، واللي باقي لي من عمره هكون اسعد زوج في الدنيا. طبعا طبعا اتجوزك. انا الاقي في الدنيا اجمل ولا احسن منك يا قمر انت. طب ممكن سؤال تالت؟ لا اتفضلي، كل سؤال اجاوبك عليه. في حد في حياتك غيري يا عادل؟ اسكتي، انت الحياه نفسها. حد مين اللي يبقى بعد منك في حياتي؟ انا اعرف اعيش حياتي من غيرك، لان انت الحياه، انت حبي، انت قلبي، انت دنيتي، انت كل حاجه ليا. طيب اتفضل يا عادل، اشرب يا حبيبي. يا سلام، كمان بتناوليني بايديك الجميله دي. ما شوف. ايه مش عارف، طعمه مغير كده. طعم ايه بس لو غير؟ لا يا حبيبي اكيد بتهيألك. انت يعني ما كملتش بيت العصير ليه؟ لا كويس كده، اصل فيه طعم مغير كده، مش عارف، مش جاي. يا حبيبه قلبي، انت اهم حاجه، يعني انك انت عادل ممكن انت اسألك سؤال؟ ممكن اسألك سؤال تاني؟ عادل انت بتحبني يا عادل؟ ما تسأليش وانا مش بجاوب. بتحبني يا عادل؟ احب مين؟ ولما احبك انت اعمل بك ايه؟ تعمل بايه؟ يعني انت مش هتتجوزني زي ما وعدتني؟ اتجوزك؟ ايه القرف ده؟ اما انا متجوز وعايش حياتي وعايش دنيتي مع مراتي وعايز ابقى فوق. طيب ابص لك انت؟ يعني انت في حد في حياتك غيري؟ حد في حياتي؟ وانت ايه انت اللي تخش حياتي؟ انا حياتي ما دخلهاش في حياتي الا واحده، وهتفضل لحد ما اموت انا وهي ونبقى في الجنه انا وهي وهي في حياتي. بص عليك يا عادل. انت بتقولي حاجه؟ لا 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 لا، انا عندي ميعاد رايحه لواحده صاحبتي وجايه. امال استني، امال كنت قاعده معايا ليه وبتكلميني ليه وعايزه ايه؟ انا كنت معديه فشفتك وانت قاعد فقلت اجي اطمن عليك. السلام عليكم. انت عارفه هي قامت وسابتني وطلعت تجري ليه؟ يلا هم كتار بناقص منها، اشوف غيرها وغيرها وغيرها وغيرها، بس اللي مزعلني ان ما شربتش العصير. يلا نطلع نصطاد واحده من الشارع. هو انتوا يا احمد، مش انت اللي شكتني؟ ده انا هقولك في داهيه. اسمعي بس، احنا كل دوت احنا اللي عاملينه ومتفقين عليه. متفقين على ايه؟ فاكراني ولا مش فاكراني؟ ايوه انت اللي شكتني. لا انت لو ركزتي بس، هي كانت اصغر من كده. احنا كنا جيرانكم من زمان. ولما بابانا ومامتنا توفوا، لما ماما ايوه برافو. احنا لما مامتنا وبابانا توفوا كان باباكي هو اللي صارف علينا وليه خير كتير قوي علينا. واحنا لما لقينا الصراحه علي لما شاف عمه دوت، هو عرفه من بعيد، فهو عرف بقى ان هو شخصيه مش كويسه
وعشان كده كان لازم نعمل الحوار دوت عشان نعرفك الحقيقه ايه هي. اسمع يا شمس، انا بالصدفه كده كان في واحد صاحبي اعرفه بيمشي في سكه الاثار والحوار ده. المهم لقيته بيكلم مين؟ عادل اللي بيكلمك ده. فعادل بيقول له ايه بقى في التليفون؟ ايه؟ بيقول له انا معايا واحده اتعرفت عليها اه. وهاجي لها معايا واحده عشان نفتح بقى مقبره. يعني من الاخر كنت هتبقى ضحيه ليه. نهار ابيض، كان عايز يموتني. احمد ربنا بقى، شوف الايام وشوف الدنيا دارت ازاي، ان صاحبي ده يطلع كان بيكلم عادي ويكون قاعد معاه في نفس قلت الترابيزه لازم اعرف البيت دي مين حرام عشان انقذها وتطلع بقى بالصدفه انت. اللي هو اصلا زيك زينا. طب انا عايزه خلاص، يعني انا كده خلاص سبته وما عادش يجي على طريق، صح؟ لا يشوفك يرن عليك ولا تعرفيه، وانا بقى اللي هتصرف معاه. من الاخر انت من النهارده هتفضلي قاعده معانا عشان هو عارف عنوان بيتك، يعني زمانه هيكلم الناس المهمه اللي زي ديت وهيعرفوا يجيبوكي. طالما اتحطيتي في الدماغ هتتجابي. ايوه فعلا. لا انا لازم اقعد معاك لحد ما ربنا يسهل، واحاول ان اشوف لي بيت بعيد عن المنطقه خالص. انا فعلا مش عارفه اشكرك ازاي، يعني لولاكي انا ما كنتش عرفت اي حاجه. بطلي عبط يا شمس، انت اختنا، اختي الصغيره زيك زي علي بالنسبه لي. عرفتي بقى ليه احنا عملنا معاك كده؟ ليه؟ عشان الفلوس. طيب انا دلوقتي سايباكوا في الكافيه، فانا عايزه امشي قبل ما يجي ورايا او يشوفني. احنا لازم نروح دلوقتي يا علي نجيب حاجتها كلها ونطلع على الشقه عندنا. خلاص انتوا الاثنين روحي معاه على ما انا اظبط الحوار هنا. ماشي، بس انت امن الدنيا لا يكون جاي ورانا او حاجه. انا واقف اهو. طب يلا يا شموسه. حاضر. يلا بسرعه. رايحه فين يا حبيبتي؟ نهار اسود. ده كلام يا حبيبتي. انت اللي رايح فين؟ انت اسمع مين؟ عادل، هتعرف كل حاجه دلوقتي. لا ما انا عارف، مش انت اللي خبطتها بالكتف كويس وشكيتها ان انت- وجريت وراك ما طلتكش، لو طلتك كنت كسرتك. انت كداب، وكويس ان انت لسه فاكر يا حلو. ابعد عن شمس عشان ما تزعلش مني، عشان انا ممكن ابلغ عنك وحوار الاثار اللي انت داير فيه، لا تفكر ان انا مش عارف حاجه. اسمع يا عادل، لو شفت وشك هنا تاني لا هخليك تنفع لعادل ولا باطل. امين؟ مش بس كده، لو شفتك ولا لمحتك في اي منطقه شمس فيها وبتحاول تتعرض لها مش هيحصل كويس. اخص عليك يا ولا عادل بقى، انا لو سكت فيك تطلع خاين وندل وغشاش. يا جبان يا جبان. انتوا كلكم خاينين وكلكم كدابين. جت علي يعني. كله كدابين. وطي صوته طول ما هو بيتكلم معانا. طب وطي صوتك. وطيت صوتي. اسمع بقى، الحوار اللي انت ماشي فيه ده غلط عليك، اسمع مني. ما تضحاش بروح بني ادم عشان حاجه زي دي، وفي الاخر هيطلع كلها نصبايا في الاخر. اسمع، عايز بقى تمشي بدماغك انت حر، غرفه 60 دقيقه بعيد عننا، ولو شفتك في طريق شمس تاني والله هخليك تمشي من غير رقبه. انت طلعت لي مناه. اضرب. طلعت لي مناه. بس خلاص اسكت. سمعت ولا ما سمعتش؟ ما كانت خلاص قربنا نخلص يا اخي. قربنا. انا ممكن اجيبك دلوقتي. كنت تعود اديك قرشين. ولو انت كان بتعمل- حصل وانا لها حاجه ممكن ساعتها أبيع- كنت انا اللي خلصت ابيع عليك. نفسي زيك ولا ايه عشان الفلوس؟ ابيع اروح عشان الفلوس يا عادل؟ ليه خلي عندك رحمه ودين؟ ده مش روح، ده شمس. هتقول له ربنا ايه؟ خلاص يا علي، يلا نمشي ونسيبه. مش هعرف اقول لربنا حاجه. تبعد عن طريقي بقى ومالكش دعوه بيا تاني. ما لقيتش الا دي. طب ده عبيطه وهبله ومش عارفه حاجه، ورايحه مع الرايح وجايه مع الجاي. قول لها انت ما حاضر صدقت. في اللي هي قالته بس. رد. حاضر يا بنتي. يلا يا شمس، يلا يا علي، يلا سيبه. براحتك. انت عارف. يلا. يلا يا علي. ربنا يسامحنا بقى، ربنا يسامحنا في الغلط اللي كنا هنغلطه، ومحدش واخد من الدنيا حاجه الا انا استفدت الا التهزيق، وعيال من دور ولادي هزقوني. طب ما امشي كويس وخاف ربنا، وادي احنا عايشين ربنا بيرزقنا بالحلال وناكل ونشرب. الله يقطع اللي يفكر بعقل الشيطان ويقول لك مقبره واثار. احنا مالنا ومال الاثار والمقابر؟ ما نسيب الملك للمالك ونعيش في حالنا.